خلى السوق اشتري له جدي ويشتي ربيه لا عرفه، وجلس على طول السنة يبيع بلس وجمع 13,000. المهم تعب، جاء قبل عرفة بأيام من هذا الأيام صار اشتري له جدي، قال اشتري ربيه. وصل للسوق ومسكين أول مرة يدخل معاه السوق وكذا. صاحبنا صاحب السيارة كان موجود معه وأصحاب البلاد كلهم بالسوق يطلب، والله قال لهم واحد من أصحابنا نفعه واشتري لي جدي ب 12,000 و1000 أديك 500 سلحة و500 رجع. أنتم عندكم دحين هنا معي؟ المهم ماسك بالجدي جنب السيارة لما يتروحوا بالظهر، جاء له واحد سارق محترم مؤدبة كما ما شاء الله، مخلق مهندم، ضروري السارق ذا محترم ما يبغاش خد بالي يسرق بصر، سرقوا دول طرشوا هذاك الا من جدي. فجاء سلم عليه، شاف اللي ذاك مسكينه كذا ما يسبه كذا وهو خد بالي اسهج، سلم عليه قال ليش جيت يا ابني هنا؟ قال انا بلعي السيارة ما نتروح. قال وهذا الجدي حق منه؟ قال هذا حقي اشتريته علشان ربي لا عرفه. قال بس ما يصح تخليه بين الشمس. جاهل انت تضحك على جاهل. قال ما يصح تخلي بين الشمس، لو شنك تظلله. قال طيب ما مش لا علب ولا طلح لاجل اخليه يظل تحتهم. قال جيب له كرتون، لانه ما يصح خاصه لما يذبحوا بالعيد وعيد ما يصح تجي بين الشمس. لكن الله انت ادى الجدي وانت اصلح ادى الكرتون من البقاله وتعال. مسكين صاحبنا الاول وصلح الديشه اي شغلنا ايوه عشان عاد يرجع لنا الكرتون مرتين. المشكله الكرتون طبعا مسكين الاول صلح الدي كرتون واسترقص، ما يعرف احد، دور شم ما بحد بكي. المهم لا الظهر اصحابنا عايز يتروحوا، اصحابنا حصلوا مالك يا ولد؟ وين الجداي؟ قال بزسار. من ناول وين سرقه وانت بين كنت؟ قال ظل له اصلح ادي كرتون وارجع. انت لك دخل يضلل ولا عمره ولا يضلل؟ انت لك دخل انت يضلل. وين الكرتون؟ قالوا ذا بيدي. وانا اهم شيء يشبه بابو ضباط، لا تفك له، هي روح لي كرتون معك. قال لي وانت ايش تعمل بالكرتون؟ قلت روح ما لك دخل، روح معك. قال يلا تمام. فوق السياره وراكب معاهم واصحاب البلاد يمقطوا بالخبر، انت منتش رجال، انت خبالي، انت صباحه، ابوك حاذق، انا يدقدقوا بالخبر. والرجال يعني ما عاد يهم شيء، قال هم الضربه حق ابوه بالبيت ابوهم. المهم ما عاد وصل جنب البيت، نزل جري يعني بعد الظهر قد تعب، لا عاد غدي ولا شيء، والكرتون معي دخل والمجلس عندي مليان. وصل هدم الكرتون قال لي ها هذا الكرتون ايش تعمل به؟ قلنا ارتاح. بكم اشتريت الجدي؟ قال لي اشتريته ب 13,000 12 كذا ودنا 500 صوحه و500 كذا. قلنا خلاص طيب انا قاعد افرق لك هذاك فرقين، واللي بالمجلس كلهم ادوا من 1000 1000 1000 1000 وجمعنا 26,000. جمعنا القيمه كم؟ انا اديت الحالي قيمه واحد وهم جمعوا 26، جمعنا قيمه ثلاثه. المهم فرح وسجد لله تعالى شكر. وهذا قلت اشتري منك خدمه، قال يحملني، قال سمان بالله لو دخلني المخادر خلاص الدنيا سبرت. ايش ما اشتريك انا مستعد. قلنا ولا اشتري منك بس اشتري منك تبز كرتون هذا وتولد تعمل له برواز، تبروزه وترده. وفكرك شوي قال كيف بروزه؟ قلنا اعمل برواز من الصوره ترده. قال خلاطه. اليوم الثاني دخل بروزه ورجع ودي لي كبيسه شو طرح لي. قلنا ممتاز جدا. ايش هذا؟ قال انت قلت بروزه. قلنا ممتاز رجع. اشتري منك طلب ثاني. قال لي على طول. قلنا اشتريك تطرحه بالجدر. ومتى ما كنت تحقد ان انت خبالي عين عند الكرتون. قال لي من عينك. قلنا خلاص شكرا لك. قبل العام الماضي اتصلت على قدم ما شاء الله رجال تزوج معول ما شاء الله فلان كيف حالك؟ قال الحمد لله. قلنا وين جاء الكرتون؟ قال بالجدر. والله انه بالجدر بفضل الله ما هدبته، حتى المرة لا تتمقطني تقول لي عين عند الكرتون. اذا عينتني اخبل. ايوه بعضهم احيانا يوقع خبالي ابن خبالي يشتري سوق الدليل على ما هو يشتري. فما صعد هؤلاء التافهين الا لانه يوم غاب من. قلنا متى صعد التافهون؟ صعد التافهون يوم غاب من؟ يوم غاب العلماء الصالحون. اكيد اذا غاب الصالحون بلا خلاف انهم يطلعوا من المفسدون هؤلاء. وكذلك المرأة أيضا كذلك أيضا يعني تقع أحيانا تافهة يضحكوا عليها. والمرأة وأنت النجم الساطع وقعمرة عيب عليك ما يجوز ما يصلح ما شيء هي ويمدحها بأكثر مما تستحق. وخرجوها من بيتها يلا وشردوا. ليش تخرجها يا أخي؟ ليش أنت جالس قلبك على المرأة؟ خلية محجبة محترمة مصلية حافظة. ايش تشي منها بالضبط؟ لا تخرج تتبرج على ثاني عين والناس كلهم.
هذه بضاعة التافهين. لكن أنت يوم أن تنادي بحقها وحقوقها وتجمرها مصانة محترمة مؤدبة في بيتها معزة مكرمة، لا، هؤلاء ضد المرأة. عايش المرأة ايش عملنا بالمرأة؟ صانها الإسلام يا أخي، والله ما احنا صانها الدين. وهؤلاء التافهين دائما يركزون على حقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها، وقد رأيتم الحقوق حق المرأة وحقوق الطفل أين ضاعت. قال وهم أيضا لا يعرفون من الدين إلا الشكليات، يتحدثون في عظم المسائل ويخوضون فيها كالعقيدة والتوحيد. هذا ولا عميرة ولا عمدلي ولا شيء، يقوم يتكلمك في الإيمان وفي العقيدة وفي الإسلام وأحكام الإسلام وتعاليم. يا أخي ماش تخصصين، يا أخي ما شو عليك ولا هو تخصصك أن تتكلم فيما لا